السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه يا احلى اخوات يا احلى فانز في الدنيا كلها؟ حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبي عيلتي التانية اللي ربنا يخليها ليا وما يحرمنيش منهم ابدا، اللي مديني طاقة ايجابية مخلياني بصوا ولا سائل في اي حاجة. تونة عايز اكل سمك، حاضر. تونة اعملي لي مش عارفه ايه، اعملوا لك بزيت الزيتون. اعمل بزيت الزيتون يا حبايبي اهو. وبرده يعني الحمد لله يعني الواحد ايه احسن من الاول الحمد لله. واخر الاخبار الصحيه يا حبايبي، الدكتور بتاع القلب المفتوح ده قال انا مش هعمل لك القلب المفتوح عشان خاطرك. تونه فرحت، قال لي لا انا مش هقدر اجازف. كتب لي جواب للدكتور صراحه انا بدعي ربنا هو ما كانش يعملها. كتب لي جواب قال لي بص انا يعني عملت عمليات كتيره بس عملتك انت خطره، بلاش ايه نجازف. قال لك خطره بس؟ قال لي خطره فوق الخطره. فوق الخطره بلاش ايه نجازف. ادي حاجه. والحاجه الثانيه هكتب لك جواب للدكتور جورج ان احنا نكتب نعمل دعامات للشريانين التانيين، والشريان العمومي دون هنكثف العلاج شويه. وديت الورق النهارده يا حبايبي للدكتور جورج وشافه تمام التمام وشاف الجواب. قال لي بص امشي. قلت له ايه رايك في العلاج القديم الجديد اللي انا كتبته لك؟ قلت له حلو يا دكتور، حلو صراحه. يعني انا ما كنتش بقدر امشي مسافه يعني ممكن 200 متر كده اساله تونه اركن على جنب. لا الحمد لله ركنت العربيه بعيد ورحت المستشفى. ما شاء الله. قلت له يا دكتور العلاج اللي انت كتبته له اخر مره ده جميل جدا جدا جدا. قال لي طب هنمشي عليه اسبوعين، وحاول في الاسبوعين دول الاسبوع الثاني تجي لي يوم الاربعاء ونقرر هنعمل ايه، نشوف هنعمل ايه. على خير ان شاء الله. خير ان شاء الله يا حبايبي، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وزي ما انتم شايفين كده تونه عامله لي وليمه سمك، بولتي، مكرونه صراحه اكلت واحده يا حبايبي عسل. هو بيحبها عشان كده انا جبتها له من دي، جبت له الصغيره دي. والله كانك بتاكلي جمبري. اتفضلوا معانا يا حبايبي، تسلم ايدك يا تونه. ده السمك بتاعه بقى لو انا عاملاه له ده بالزيت زي المشوي بالظبط، زيت زيتون كده، وعاملاه يعني بطريقه حلوه قوي. ربنا يخليها، عامله لي حاجات صراحه تسلم ايديها. ربنا يخليك. وعامله بابا غنوم تسلم ايديها برضه. اتفضلوا معانا يا حبايبي. خلي بالكم يا حبايبي ما حدش يزعل مني ان انا بتاخر في الفيديوهات. والله ببقى في المستشفى عند الدكتور، في الايكو، في مش عارفه ايه كده يعني، كشف العياده. فما تزعلوش مني يا حبايبي، انتوا عارفين ان انا ما اقدرش استغنى عنكم ابدا. عايز ان كان عليا عايز اقعد معاكم كل اليوم بطوله. اتفضلوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مكرونه بقى صح؟ مكرونه ما فيهاش حاجه. الدنيا مش مريحه حد والله، ومحدش يعني ما فيش حد مبسوط، بس كله لازم يقول الحمد لله. طبعا الواحد لما بيروح يعني احنا ما كناش بننام والله. الواحد يعني لما بيروح المستشفى يعني هو فعلا المثل اللي بيقول ايه، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. انا بتوهم والله، انا بتوهم. لا يعني اللي لسه عامل قلب مفتوح. طب وحتى في ناس قاعده جنب مني يسالوا تونه بتقول لهم صعبه. صعبه طبعا. احنا بنقعد في العمليه 7 ساعات. 16 ساعه انا مش عارف تمام. المهم اللي وبنقعد في الرعايه مش عارفه كام اسبوع. بقى قاعد. الحمد لله. انا والله اللي بيقول لي عليه الدكتور بعمله، انا سايبها على الله. مدحت من النوع اللي هو يعني بيخزن ويسكت. الحمد لله يا حبايبي. غلط عليك يقعد ساكت كده اهو. انا بقى اللي هو متضايقه يا ابني معلش اصبر مش عارفه اقول ايه، الحمد لله ويسكت. وانا فاكره الفتره اللي عدت دي كلها يا حبايبي هي تونه حاسه ان انا ما بقتش زي الاول. بتلاقيني قاعد سرحان، ايوه قاعد كتير باصص والله على الشاشه، قاعد ماسك التليفون، مش عارفه ايه. قاعد فتره كده زعلانه يعني ما بيتكلمنيش زي الاول. والله انا ما يعني مش حاجه يعني الواحد بيفكر عليه. الواحد ما كانش كده، او ما كانش بيفكر بكده. طبعا كل حاجه بفضل ربنا، والحمد لله على كل شيء. الواحد راضي بكل اللي يجيبه ربنا. واللي الدكتور بيقول لنا عليه بنعمله، واللي ما تاكلش كذا اعمل كذا كذا. بس صراحه هو انا شكرته النهارده وانا عنده في العياده، قلت له كتب لي 3 انواع يا حبايبي
3 انواع برشام، فيهم واحد على الريق. هو دكتور جورج اللي كتب لك ولا دكتور محمد؟ دكتور جورج. صح فيهم واحد على الريق، استاذ دكتور فيهم جورج. واحد على الفطار، وفيهم واحد على الغداء، وفيهم واحد قبل النوم ب4 ساعات. انا لما كنت رايح مشوار اخر مره مع طونه قلت لها شفت مشيت معاك قد ايه؟ قالت لي لا كويس الصراحه، انت المره دي ما تعبتش. ما وقفش. ما وقفتش كمان، ماشي معاها جنب منها كده تاتا تاتا، ما بموتش بس ايه كويس. قلت له يا دكتور على فكره الاربع انواع البرشام اللي انت كتبتهم لي اخر مره دول حلوين، مخليني بمشي وبتاع. قال لي طبعا نمشي عليهم كمان اسبوعين ويوم الاربع تعالى. ماشي يا دكتور. فالواحد كويس يعني الحمد لله انه لما بيلاقي حاجه حلوه. ربنا يشفي كل مريض. حتى والله وانا عندي النهارده قلت له بيقول لي ايه؟ خلاص نمشي على العلاج اسبوعين. قلت له خلاص يعني هو بيقول لي خلاص نمشي على العلاج. بقول له يعني بلاش اي حاجه ونمشي على العلاج. قال له لا اسبوعين لما نشوف يوم الاربعاء تيجي لي بقى نشوف هنعمل ايه. قلت له ماشي. فنحمد ربنا. بحس الدكاتره اسهل عنهم الفتح. اسهل حاجه عندهم افتح على طول. حسب الحاله. طب انت عندك الدكتور محمد هو اول ما شافني وقال لي ايه؟ قال لك لا يعني ده عجبني بصراحه دكتور محمد على طول. قال لي انا ما اقدرش اجازف دي. صح كده. كل اللي قاعدين بره جنبك دول اللي انت كنت قاعد معاهم بره، انا اعمل لهم قلب مفتوح واللي عامل مش عارفه ايه يعني كفايه الواحد بيخرج من عند الدكتور بيقول له الله يبارك لك. لان هو طلب مني 3 حاجات، اشعه اللي هي تحت شرايين الرقبه، واشعه شرايين الساقين والاورده، وقال لي اعمل لي ايكو جديد اللي هو بتاع القلب. الحاجات دي كلها عملتها له. اول ما شافها قال لي بقول لك هنعمل العمليه بتاعت القلب مفتوح. بقول له انت قلت لي قبل كده خطره يا دكتور. قال لي مش خطره، فوق الخطره. صح؟ قال لي فوق الخطره. فانا جازف ليه؟ انا هكتب لك جواب للدكتور. قال له افتح ليه وادور ليه وانا مش لاقي اي حاجه. هكتب لك جواب للدكتور جورج ان احنا الدكتور جورج ان احنا نعمل دعامات الشريانين اللي هو التاجي والاورطي، والشريان العمومي دون نكثف له العلاج شويه. ما اعرفش بقى الدكتور جورج هيعمل ايه هو قال الاسبوعين دول. وانا طبعا بطمنكم حبايبي اول باول، عشان طبعا ايه اللي بيسال عليا ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا حبايب قلبي. بشكر كل الناس اللي بتدعي لي، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. وبرده دعواتكم برده محتاجينها برده يا حبايب قلبنا. استمروا في الدعاء. مش هنقول بقى ما تنسوناش في اللايك، لا ما تنسوناش في الدعاء، ده اهم حاجه والله. لان احنا عارفين انتوا على طول بتحطوا اللايك الصراحه يعني، وربنا يبارك لكم والله. ويا رب ما حدش يتعب ابدا، وان شاء الله ربنا عارف ان احنا في ايام دراسه. ربنا يا رب ينجح لكم اولادكم يا رب وتشوفوهم في اعلى المراتب ان شاء الله، وتفرحوا بيهم كده واللي تفرح ببنتها دكتوره، واللي تفرح بابنها دكتور زي ما هو عايز يطلع مهندس يطلع، عايز يطلع دكتور يطلع. ربنا يخليكم يا رب يا حبايب قلبي. انا نزلت جبت السمك النهارده والله، وانا في المستشفى حبايبي صراحه كانت نايمه، انا قايم بدري وهي نايمه. ايوه اجي معاك قلت له لا خليك يا تونو امسكوها. بتيجي يا عيني من بره تتعب في الاكل وتعمل في الاكل وتروح معايا وتيجي معايا، ما بتبقاش عايزه تسيبني صراحه. فانا قلت له لا يعني خليك انت واعملي الايه؟ الاكل. لسه طبعا بتنزل السوق تتسوق وتجيب اكل وتجيب خضره وتجيب سمك وتجيب مش عارفه قوطه وتجيب فلفل فسبتها يعني حرام يعني. بتيجي من المشوار اسالوهم كده، اسالها كده يا حبايبي، باجي من المشوار بتاع المستشفى ده بخش انام. مشوار تاكل لقمه بتاع اقول لها لا اخد. طب اشرب كوبايه شاي. طب ايه؟ لا انا عايزه انام. نخش نام شويه. والله يكون في عينها هي، هتيجي بقى معانا من المستشفى وتنزل سوق وتجيب يا عم انا راضيه يا عم، ربنا يجيبه بالسهل يعني. الله يخليك. ايه رايكم يا حبايبي؟ 2 ليمون وشجره بقى. لا والله ربنا يشفيه ويتم شفاه على خير يا رب. يا رب ويشفي كل مريض يا حبايبي. مش عايز اطول عليكم، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ولا من دعواتكم. وحبايبي متشكرين منكم جدا جدا جدا. والسلام عليكم. ما تنسوناش في الدعاء وما تنساش في اللايك والشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.